الله تعالى وبركاته. يطيب لنا ويسعدنا أن نلتقيكم في هذا اليوم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر من قناتكم قناة شبكة السلام الفضائية. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك يسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيف اللقاء معنا فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحب بك وبالمشاهدين. المشاهدون المشاهدات الكرام، مع برامجنا التي نهدف من خلالها إلى خلق أخلاق سامية وقيم نبيلة، في هذا اللقاء الطيب المبارك اليوم نتحدث وإياكم عن سلامة الصدر ولين الجانب، هذين الخلقين العظيمين اللذين متى ما اتصف بهما الإنسان فتكون حياته فيها الهدوء وفيها السكينة وفيها راحة البال. ولتحقيق هذا الجانب المهم من هذه الأخلاق الرفيعة الطيبة، لا شك أن ذلك يحتاج إلى دربة وإلى معرفة وإلى مجاهدة. في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سوف نعيش كيف يمكن أن نحقق لين الجانب وسلامة الصدر، وبإذن الله تعالى يكون في الحديث ما يفيدنا ويجعلنا بإذن الله نعيش مع هذا الخلق حتى بإذن الله تكون حياتنا طيبة سوية. في بداية اللقاء فضيلة الشيخ، لعل من المفيد أن نتعرف على المعنى، معنى سلامة الصدر ومعنى لين الجانب، حتى إن شاء الله تعالى يكون هذا مدخل للفهم لهذا الأمر وللعيش مع هذه الصفات الطيبة. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من أعظم ما جاءت به الرسالة كغاية سامية هو أن تعمل على تطهير هذا الإنسان، تطهير باطنه وتطهير كذلك ظاهره. وهذا من البدايات، من بدايات الرسالة جاءت لتحديد مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في أنها يعلم الناس الكتاب والحكمة ويعمل على تزكيتهم وتطهيرهم. فمعنى الطهورية ومعنى التزكية معنى حاضر في الرسالة من البداية. نعم. ونلاحظ بأن في آيات البدايات مثلا في سورة المدثر الله تبارك وتعالى يتكلم عن تطهير الثياب. نعم. وتكبير الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فهنا الله سبحانه وتعالى يعمل على من البداية على إيجاد الإنسان الذي هو يعظم الله سبحانه وتعالى ويطهر نفسه من كل الأرجاس والأنجاس، ويعمل كذلك على طهارة ظاهره وفي نفس الوقت أيضا ينطلق من طهارة الباطن. نعم. أول هذه مسألة مهمة جدا لا بد من الالتفات إليها. ولذلك تلاحظ أن القرآن الكريم ركز بشكل كبير جدا على موضوع القلوب. نعم. سلامة القلوب وأمراض القلوب وموت القلوب. يعني لو أردنا أن نتكلم حقيقة في موضوع القلوب وأوصاف ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في أوصاف القلوب الصحيحة السليمة، وفي أوصاف القلوب المريضة، وفي أوصاف القلب الميت، ربما لا أخذ ذلك منا مساحة كبيرة جدا. فالقرآن الكريم يركز على هذا المعنى، معنى كيف يمكن لهذا القلب أن يكون سليما. هذه السلامة في القلب هي المشترطة في لقاء الله تبارك وتعالى. يعني إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف نأتي الله سبحانه وتعالى بقلب سليم؟ هذا هو المقصد الذي ستعمل عليه الرسالة في كل أحكامها، في عقائدها، في تشريعاتها، في أخلاقها، تعمل على تطهير هذه القلوب وسلامة هذه القلوب. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا أهمية وخطورة هذا الأمر بين بأن مركز حركة الإنسان هو هذا القلب. مركز حركة الإنسان هو هذا القلب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد. كأنما القلب ملك الجوارح. نعم. القلب ملك الجوارح. فإذا كان هذا القلب قلبا سليما تحركت الجوارح بشكل سليم، إذا كان قلبا معلولا مريضا تحركت أيضا الجوارح بشكل معلول ومريض، وإذا مات القلب والعياذ بالله
كذلك التصرفات التي تنبع هي تعبر عن الإنسان الميت، وهو الإنسان الذي لا يبالي بمعصية الله، ولا يبالي بالكفر بالله، ولا يبالي بالخوف من الله، لا يبالي بشيء. هذا القلب الميت. فهنا نلاحظ بأن حلقة اليوم تهتم بهذه الجزئية على وجه التحديد. كيف نجعل من قلوبنا قلوب سليمة؟ كيف نجعل من قلوبنا قلوب طاهرة؟ كيف نجعل من قلوبنا قلوب رقيقة؟ ولو لاحظنا بأن حتى الأحكام الشرعية، حتى الأحكام يعني الزكاة، الصلاة، تعمل على طهارة، تبدأ بالطهارة المادية اللي هو الوضوء، وتنتهي إلى الطهارة القلبية. النهايات تنتهي بنا إلى إيه؟ إلى طهارة قلبية. الزكاة فيها الطهارة القلبية وفيها طهارة يعني خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم وتزكيهم بها. لاحظ كيف أن الله سبحانه أراد من الزكاة أن تكون مطهرة ومزكية. كذلك الحج هو يعمل على تزكية المال وتزكية أيضا النفس. فإذا أركان الإسلام والأعمال بشكل عام تعمل على أن تؤثر في الإنسان باطنيا وتؤثر عليه كذلك على مستوى الجوارح. الخلاصة، متى ما ذهب الإنسان في اتجاه تزكية نفسه وطهارة قلبه وحقق النظافة إن صح التعبير والطهارة والبعد على الأنجاس والأرجاس، فإن ذلك هو المعنى الذي نتكلم عنه بالسلامة. فالإنسان السليم والإنسان السالم والإنسان الذي يحمل السلامة للخلق هو بعيد عن الأذى، وبعيد عن الأحقاد، وبعيد عن الضغائن، وبعيد عن الغل، وبعيد عن الحسد. فعندما نتكلم نحن عن موضوع سلامة الصدر، فإنما يحمل الإنسان في قلبه حب الخير للناس، لكنه نابع حب الخير من إيه؟ نابع من الطهورية. لم يكن ليفكر في الخير للناس إلا إذا إيه؟ طهر قلبه. إذا طهر قلبه هنا نستطيع أن نقول بأن والله هذا الإنسان قلبه إيه؟ قلبه سليم. فهنا سلامة الصدر هي تعبير على كل عن موضوع القلوب، لأن الصدر هو واجهة الإنسان، ويستبطن في داخله موضوع القلب الذي هو ملك الجوارح كما ذكرنا. فموضوع سلامة الصدور تتعلق بطهارة القلب من الأحساد، من الحسد والبغضاء والغل والضغينة، وكل ما يشوش في الإنسان سواء في علاقته مع الله أو علاقته مع الخلق. جميل. هذه الجزئية من الناحية القلبية. تكمل هذه المسألة. لاحظ هنا الطهارة كنت أقول بأن لها طهارة باطنية وطهارة إيه؟ ظاهرية، مش كده؟ متى ما كان القلب سليما رافق ذلك لين الجانب. لين الجانب هو الرفق. يا سلام. متى ما كان الإنسان رفيقا رقيقا طيبا هاشا باشا، فإن ذلك هو مسألة الرفق في علاقة بين في علاقة ما بين الاثنين. طبيعة الحال هنالك علاقة ما بين سلامة الصدر وما بين لين الجانب. فباختصار هذا هو موضوع سلامة الصدر. وإذا نظرنا سبحان الله إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نلاحظ هنالك اهتمام كبير جدا بهذين الخلقين. جميل. بهذين الخلق. كل ما ذكرته من سلامة القلوب يدخل في ذلك، كل ما ذكرته من محاربة أمراض القلوب يدخل في ذلك، كل ما ذكرته من قضية إنه والله موت القلوب يدخل في ذلك. يعني نصوص حق كثيرة جدا. لكن خلينا نقول الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه عن المؤمنين الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لاحظ، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالغل، المؤمن لا يحمل غلا تجاه إخوانه، لا يحمل حسدا تجاه المؤمنين، إنما يحمل الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسه حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. جميل. هذا الجانب لا بد أن يكون. فلا المؤمن لا بالعكس، يعني يحمل الخير للسابقين ويحمل الخير للاحقين. ثم أيضا الله سبحانه وتعالى لخطورة هذا الأمر، لخطورة الغل في نفوس المؤمنين، أول ما ينزع من أهل الجنة هو هذا الغل. وسبحان الله يثبت الغل لأهل الإيمان. إن الله عز وجل عن الجنة قال إيه؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل. فيمكن أن نقول بأنه أهل الإيمان قد يقعون في الغل، قد يقعون في الحسد،
قد يقعون في البغضاء، هذه يقعون فيها، لكن ينزع الله سبحانه وتعالى ذلك إخوانا على سرر متقابلين. فكأنما الله سبحانه في هذه الآية يقول لنا بأن حملكم للضغائن والحسد والبغضاء والكراهية والشحناء هذه تتنافى مع الأخوة، لأن أهل الجنة ننزع ما في صدورهم فيكونوا إخوانا يكونوا في إخوان على سرر متقابلين. فلاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الخلق اللي هو سلامة الصدر من الغل والحسد والضغائن من الأشياء المهمة التي لا بد أن يتربى عليها أهل الإسلام. أيضا لين الجانب، كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقول له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فلين الجانب بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورقة قلبه وعطفها على الإيمان وبالمؤمنين رؤوف رحيم هو الذي جعل الناس يلتفون حوله ويقيمون حوله. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم فظا غليظ القلب قاسيا كذا لرأينا بأن النفرة كانت. وهنالك حقيقة نصوص كثيرة جدا في هذا الجانب، ولكن نكتفي إن شاء الله في هذه المقدمة بهذه النقطة. جزاك الله. نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ على هذا الاستهلال وهذا التوضيح وما يتعلق حقيقة مما يعزز سلامة الصدر ولين الجانب من الدلالات، وكذلك من التلازم الذي أشرتم إليه، فإنه حقيقة إن يعني القلب أصبح سليما طيبا كان ذلك يعني مؤثرا على لين الجانب الذي هو المعاملة وحسن يعني حقيقة أن يكون بين الخلق وبين من الناس التعامل الحسن. لكننا هنا يعني لعلنا أن نتناول الأثر الإيجابي في العلاقات يعني سلامة الصدر ولين الجانب وأهمية حقيقة وجود هذين الخلقين حتى يعني يكون علاقة يعني على ما يرضي الله عز وجل. ذكرت بأنه العلاقة بينهما علاقة تكاملية. نعم. يعني كلما زادت كلما ارتقى الإنسان في مقام سلامة الصدر أدى ذلك إلى أن السلوك يتغير. جميل. لأن الإنسان سبحان الله يعني كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله يقول مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري الخواطر والأفكار. نعم. هي قلبية أو عقلية ثم تتحول إلى إرادات، يقول الأفكار تتحول إلى إرادات ثم الإرادات تتحول إلى تصورات ثم التصورات تتحول إلى إرادات وأفعال، والأفعال إذا تكررت صارت عوائد. فهكذا طبيعة الإنسان تبدأ من الداخل ثم تتحرك إلى الخارج أو البعد الجواني كما يقولون والبعد البراني. فالبعد الجواني اللي هو سلامة الصدر يؤدي إلى لين الجانب وهو جانب براني، يعني تظهر سلامة قلب الإنسان في سلوكه في حركته في أفعاله. فمثلا الشخص المبغض للناس الحاسد للناس الذي يحمل لهم الغل تصرفاته لن تكون سليمة مهما كان، سيظل دائما يتعامل مع الناس بمنطق سوء الظن، بمنطق الكراهية، بمنطق البغضاء، بمنطق الانتقام، بمنطق الشك. هذه طبيعة. لكن كلما أنت تعمقت فيك هذه الروح سلامة الصدر تجاه المؤمنين ستلاحظ بأن هذا الأمر سينعكس عموما على علاقاتك مع الناس. فعلاقاتك مع الناس لن تقوم بشكل سوي ما دام قلبك لا يحمل لهم الخير. قلبك يحمل، إذا حمل قلب الضغينة والحسد والكراهية تلقائيا السلوك البشري لن يكون سلوكا سوي. وعموما سنلاحظ بأن هنالك ترابط ما بين الباطن والخير، مثل الكلام الذي ذكرناه عن الحياء والعفاف في حلقاتنا الماضية، كيف أن الحياء سلوك باطني والعفاف سلوك خارجي. فالحياء ينعكس على العفة. نفس الشيء سلامة الصدور تنعكس في معاملات الناس. فأنت إذا كان عندك مشكلة مع شخص تكرهه تبغضه لا تريد له الخير، طبيعي جدا السلوك نحوه لن يكون سلوكا طبيعيا. ولذلك سبحان الله تحرص الشريعة على موضوع سلامة الصدور، لأن ذلك يؤدي بنا إلى العلاقات البينية السوية، علاقات قائمة على الإخاء، قائمة على المحبة، قائمة على التراحم، قائمة على التعاون، قائمة على النصرة فيما بيننا. فمتى ما كانت الصدور سليمة ستلاحظ. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى يعني الهداية لأمة الإسلام. لاحظ اليوم كثير مما يجري من إشكالات، من تباغض بين الشعوب، من استعداءات بينية سواء في وسائل التواصل أو غيره، كل ذلك منبعه الأساس هو أن الصدور ليست سليمة وأن القلوب ليست صافية، بل دخل الشيطان بشكل كبير في هذا الجانب. ولذلك رأينا
ثمرة هذا الخلق أو المقام الذي يوضع فيه هذا النوع من، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. طبعا الصحابة يهمهم جدا عندما يسمعون بأن هنالك شخص من أهل الجنة يريد أن يعرف ماذا يفعل. فذهب أحد الصحابة رضوان الله عليهم ولعله عبد الله بن عمر، ذهب معه وكأنه ضيف لا يعرفه، فبات معه 3 ليالي. والرجل ما شاء الله يأتي البيت وينوم، ليس من أهل القيام ولا من. فقال له في اليوم الثالث يا أخي أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنك أن يدخل علينا رجل، فأنا أريد أن أعرف ماذا تعمل. أنا الآن تتبعتك 3 أيام فلم أرك من أهل الصيام ولا من أهل القيام. سبحان الله. قال إن كان كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عني ذلك فإني أنام سليم الصدر لا أحمل غلا على أحد، وأسامح كل شخص ظلمني أو اعتدى علي أو كذا، أجعل ذلك قربة إلى الله سبحانه وتعالى. فتصور هذا الشخص الذي ينام وليس في قلبه أي حقد أو أي غل أو أي حسد أو إرادة شر تجاه المسلمين وتجاه الإسلام، وبل تجاه الإنسانية قاطبة، أنه لا يريد الإنسان لأهل الإسلام وأهل حتى الكافرين، المسلم لا يريد بهم سبحان الله إلا الخير، يريد لهم الهداية، يريد لهم الرحمة، يريد لهم الخير، فيريد أن يكونوا جزء من هذه الحالة الإيمانية. حتى ما يحصل من بغضاء وكراهية لهم إنما هي كراهية لأخلاقهم، كراهية لكفرهم، كراهية لأعمالهم، وإني لعملكم من الغالين، مش كده؟ القالين يعني مبغض للأعمال. فهنا نلاحظ أن مسألة التكامل ما بين السلوك المقامات الداخلية اللي هي مسألة سلامة القلب وسلامة الصدر، وما بين السلوك الظاهري، هذه مسألة علاقة على كلما كان الإنسان سليم الصدر كلما أدى ذلك إلى أن يتقدم في جانب لين القول ولين الأفعال. نعم. جزاكم الله خير على يعني هذا التوضيح وعلى الربط حقيقة يعني بما يتعلق بما يكون في القلوب وانعكاسه على الجوارح. فضيلة الشيخ، ونحن نسير في يعني هذه الارتباط وهذا التوضيح لهذا المقام في هذين الخلقين، قد أشرتم إلى يعني شيئا من يعني عناية القرآن بالقلوب وما يتعلق بإصلاحها، وأن ذلك من يعني ما يحقق حقيقة موضوع سلامة الصدر في جوانب. لعلنا نلمح الماحة أو إشارة إلى يعني حقيقة تأكيد على هذا الجانب، أنه يعني كل ما يؤدي إلى يعني حقيقة علاج أمور القلب وصفائها، وأن تكون قلوب سليمة بعيدة عن كثير مما يعني يكون من الضغين أو من الحسد ومن غيره. هذه الكلية لابد أن تكون حقيقة لها يعني أهميتها وتوضيحها للناس، لأنه العناية بالداخل حقيقة مساحته كبيرة جدا يعني في إصلاح. يمكن الناس كثير ما تعالج قضايا يعني الظاهرة وكذا، وربما يحصل إغفال لأمور القلوب، بينما العكس القرآن والسنة يؤكد على يعني جوهر العلاج لهذه الأمور. لعلنا ندي إليها وقفة مناسبة. بارك الله فيكم. نعم، على كل موضوع القلوب التفصيل فيها كثير يعني، لكن خلينا أقول بالنسبة لكيف كان السلف رضوان الله عليهم ومن كتبوا عن موضوع سلامة الصدور كيف يرونه يتحقق في حياة الناس يعني. قرآنيا مثلا ما هو الشيء الذي يجعل الإنسان نقول بأنه والله قلبه يكون سليما. جميل. لعل الإمام ابن القيم عليه رحمة الله ذكر قال لن يكون الإنسان سليم الصدر حتى يتصف ب5 أشياء. يا سلام. ودي مهمة جدا يعني. الآن نحن ربما مرضى القلوب هذول خلهم لحالهم، موت القلوب خلهم لحالهم، لكن نريد هذا القلب السليم الذي نريد الإنسان أن يأتي لربه بهذا القلب، هذا القلب السليم. ماذا يفعل؟ الإمام ابن القيم يقول أن يكون في قلبه التوحيد المناقض للشرك. أول حاجة. يا سلام. لا نتصور أنه والله الإنسان يحمل شركا ثم ينتج بعد ذلك خيرا دائما يعني. سبحان الله، حتى قضية الشجاعة وقضية الإقدام وقضية الكرم نلاحظ بأن القرآن الكريم يربطها بإيه؟ بأن هنالك قلب يؤمن بالله، قلب يؤمن بالله سبحانه وتعالى. والهزائم والنكسات والفرار والخوف بالنسبة للمشركين الله سبحانه يربطه بالإشراك به، بما أشركوا، مش كده؟ بما أشركوا.
فنلاحظ بأن سلامة الصدر أول قضية العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، أن تقوم على التوحيد، أن تقوم على الحقائق، أن تقوم على تعظيم الله سبحانه وتعالى، أن نقدر الله حق قدره. أول حاجة العلاقة مع الله، هذا أول باب في موضوع سلامة الصدر. فمتى ما رأيت شخصا يكفر بالله أو يشرك بالله أو يعصي الله أو يرتكب الكبائر، هذه كلها تؤدي إلى أن القلب لم يعد لم يعد قلبا سليما، لم يعد قلبا سليما. هذا أول جزء، التوحيد المناقض نعم. للإشراك بالله سبحانه وتعالى. أيضا أن يكون هذا القلب يحمل السنة المناقضة للبدعة. تمام. وهنا نتكلم عن السنة هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. كما أنك وحدت الله في العبادة، يجب أن توحد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتباع. جميل. أن المتبع الوحيد المقتدى به الذي هو نبراس بالنسبة لأهل الإيمان هو ماذا فعل رسول الله، ماذا قال رسول الله، ما هو السبيل الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا يدخل معنا في سلامة الصدر، يعني الإنسان الذي يكون حريصا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه حريص على عبادة الله والإخلاص له، كذلك يكون حريص على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وإفراد النبي بالاتباع كما أفرد الله تبارك وتعالى بالتوحيد والعبادة. النقطة الثالثة أن يكون يأتي بالشهوة المخالفة يأتي بالطاعة في الأمر المخالف للشهوات. الله سبحانه وتعالى أمرك بمجموعة أوامر، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، وافعل كذا. فأن يكون هذا القلب الذي نصفه بالسلامة هو السلامة من الشهوات المناقضة لتنفيذ الأوامر. وهذه أيضا من الإشكالات حقيقة التي يقع فيها الإنسان. كذلك أن يكون هذا القلب سليم من الغفلات المناقضة للذكر. الغفلة المناقضة لذكر الله سبحانه وتعالى، هذه تؤدي إلى أيضا تشويش في القلب. لكن صاحب القلب السليم يكون عنده الذكر حاضر، ذكر الله سبحانه وتعالى الذي يبعده عن الغفلات. أخيرا الهوى المناقض كذلك للتجريد والإخلاص. هذه 5 أشياء إذا لم يكن الإنسان قد أداها وحاول أن يكون ممن يتصف بها، فإننا لا نستطيع أن نقول بأن هذا الشخص قد أتى ربه بقلب سليم. ولذلك نحن القرآن الكريم لما يتكلم عن موضوع سلامة الصدر يصف الله تبارك وتعالى هؤلاء بأوصاف كثيرة جدا. يعني مثلا في سورة الأنفال الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى يصف هذه القلوب بأنها قلوب إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. كيف أن الخوف من الله سبحانه وتعالى ده من أساسيات القلب السليم. وجل القلوب، إخبات القلوب، يقظة القلوب، إخلاص القلوب، هذه كلها نور القلوب، هذه كلها من الأوصاف التي يوصف بها القلب السليم الذي يريد أن يكون إن شاء الله قريب من الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على هذا التوضيح. الحقيقة يعني عناية السنة كما لا يخفى كبيرة جدا، يعني ومن يعني النصوص اللي يعني في هذا الصدد لعل نعطي عليها وقفة. يعني مثلا الحديث الذي ورد في الصفوف في الصلاة، يعني أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل، وجاء فيه ولينوا بين إخوانكم أو بيد إخوانكم، وأيضا ورد فيه ولا تدعوا للشياطين يعني فرجة. فلعل الشيخ يعني إذا كان الصلاة بهذه يعني أمرنا بتسوية صفوفها وأن لا نضع للشياطين يعني فيها فرج، فكيف خارج الصلاة ينبغي أن يكون المؤمنون من حيث اللين وأثره في حياتهم وترابطهم؟ بارك الله فيك. نعم. أول موضوع اللين، سبحان الله، يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى وصف به رسوله من جهة، وأمر كذلك موسى وهارون أن يكونا يتصفا بهذه الصفة الرفق وصفة اللين، وقولا له قولا لفرعون. لاحظ مع فرعون الله عز وجل يقول وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فموضوع القول اللين والقول الحسن واجتناب كل ما يؤدي إلى نفرة القلوب. يعني الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء يقول: وقولوا للناس حسنا، وقال: إن الشيطان ينزغ بينكم. وكأنما
نزغ الشيطان مرتبط بمسألة القول. يعني متى ما كان القول حسنا خسئ الشيطان وتراجع، ومتى كان القول فاحشا بذيئا انتفخ الشيطان ووجد على كل فرصته. لهذا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الصحابة رضوان الله عليهم أن رسول الله يقول لم يكن فاحشا ولا متفحشا، صلى الله عليه وسلم. هذا في ألفاظه. نعم. وكذلك يقول عن نفسه يقول النبي لأصحابه إن خياركم أحاسنكم أخلاقا، يا سلام. ويقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من الخير. لاحظ كيف أن يربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيرية وبين الرفق، كيف الإنسان. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. الفاجر فيه اللؤم وفيه الخداع وفيه المكر. يصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بخلاف ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يألف ويؤلف. نعم صحيح. يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. هذه كل أحاديث على كل تأمرنا بأن نكون لينين في أيدي إخواننا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان هينا لينا سهلا قريبا حرمه الله على النار. يا سلام. يعني من كان سهلا هينا لينا حرمه الله تبارك وتعالى عن النار. ويقول المؤمنون هينون لينون. وهذا اللين يعني في بعض الأوصاف جاء حتى يظن به الآخر، أي يظن به غير أهل الإسلام أو حتى بعض أهل الإسلام يظنونه بأنه شخص ساذج أو شخص مغفل أو شخص ما يفهم، إلى هذه الدرجة. لكن كل ذلك يأتي من ضمن. ورحم الله سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. هذه كلها نصوص سبحان الله تحثنا على لين الجانب، وعلى أن يكون الإنسان طيب في معاملاته، لين الجانب مع الناس. ولكن كل ذلك كما تفضلت مبني على إيه؟ على قلب سليم، على قلب صافي، على قلب يعني حتى في صفوفنا كما تفضلت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نلتفت إلى هذا المعنى في حياتنا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وهذا الحديث الشيق الماتع جزاكم الله خير يجعلنا ننتقل الآن إلى أن نسأل حقيقة هنالك يعني ما يساعد على غرس هذه الصفات الطيبة الراقية حقيقة في الإنسان في نفسه لكي يحقق هذا المعنى الكبير سلامة الصدر ولين الجانب. هنالك مجموعة ربما من الصفات ومن الأمور سواء الإيجابية أو السلبية لكي يتجنبها ويعني يصل إلى هذا المعنى الطيب المبارك. بارك الله فيكم. ممكن تفيدونا بشيء من ذلك؟ نعم. على كل موضوع سلامة الصدر هذا يعني الشريعة راعته من جوانب كثيرة جدا. أو راعته في مسألة حقوق المسلم، حق المسلم على المسلم. فإذا كان القرآن يطالبك بمسألة السلام، ويطالبك بمسألة رد السلام، ويطالبك بالتشميت عند العطاس، ويطالبك بالزيارة عند المرض، ويطالب بأشياء كثيرة جدا. وفي نفس الوقت كثير من الأحكام الشرعية، في المعاملات مثلا، المعاملات حتى قضايا البيوع ستلاحظ بأنها مبنية على فكرة أن تكون قلوب المؤمنين سليمة تجاه بعضها. نعم. كل الأحكام ستجدها مبنية على إيه؟ أن القلب يجب أن يكون قلبا إيه؟ سليما. المؤمن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالشريعة في أحكامها جاءت بأن يكون القلب سليما. لاحظ الآن مثلا لو جينا لنماذج بسيطة جدا في المعاملات. نعم. المعاملات يعني مثلا الشريعة حرمت تلقي الركبان. لاحظ الشريعة حرمت إنه الإنسان يبيع، صاحب السوق يبيع لابن البادية. ترك صاحب البادية ينزل السوق يبيع، ما أنت قريبه مثلا في داخل السوق ما تقول أنا أعرف السوق حتى لا يتلاعبون عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا عباد الله يرزق بعضهم إيه؟ يرزق بعضهم من بعض. كثير من الأحكام سبحان الله، حتى أحكام البيوع خصوصا البيوع المنهية كلها مبناها ألا يكون هنالك خدش في علاقات المسلمين. الغش أي الغش وتبع الغش والغرر والإخفاء وألا تبين عيب البضاعة. هذه كلها ستلاحظ سبحان الله. حتى الربا
له حتى مغزى الربا يتعلق المغزى الأساسي له الحفاظ على وشائج أهل الإيمان وأن لا يقع المظالم، لا تظلمون ولا تظلمون. جميل. لأنه متى ما وقع الظلم أدى ذلك إلى أن العلاقات بين الصف المسلم تكون علاقات تظالم، وعلاقات التظالم مآلاتها النهائية هو الاحترام والبغضاء والكراهية والشحناء. فعلى كل هذا الجانب مهم جدا أن نستصحبه في علاقاتنا. أيضا من الأشياء المهمة جدا التي تؤدي إلى سلامة الصدر وقد تنعكس أيضا على سلامة الصدر موضوع الثقة. نعم. الثقة في الثقة البينية. نعم. الإنسان المسلم سبحان الله يحسن الظن بأهل الإسلام، يا سلام. يحسن الظن بهم، يتوقع أن الأصل في معاملاتهم الوضع الطبيعي، أن المسلم يلتزم بأحكام الشريعة، أن المسلم ملتزم بالأخلاق، أن المسلم ملتزم بكذا، عدم الكذب، على الأمانة، كذا. نعم. هذه المسألة مهمة جدا حتى ونراعيها. يجب أن لا تجعل للشيطان مدخل يجعل الطرف الآخر لا يثق بك، لأنه سبحان الله متى ما دخل الشك في الإنسان ودخل سوء الظن في الإنسان لا تستطيع أن تتعامل بشكل طبيعي. ولعل حديث مسلم أبو سعيد الخضري مع ابن صياد. ابن صياد هذا واحد من الذين كان حوله كلام كثير، لقط كثير في وسط الصحابة، منهم من كان يعتقد ربما فهم من بعض إشارات النبي صلى الله عليه وسلم أنه المسيح الدجال، وهو أشبه بنسخة مصغرة تعطي نموذج على كل. نعم. فلاحظ أبو سعيد يبدو من الناس الذين كانوا مقتنعين جدا بأنه والله هذا هو المسيح الدجال. فذات مرة ابن صياد تحرك مع أبو سعيد إلى العمرة، ذاهبين من المدينة إلى مكة، وهم بأطراف مكة كان أبو سعيد مع ابن صياد في هذه الرحلة. فأبو سعيد شاك ومرتاب ويعتبر هذا هو المسيح الدجال. فالمسيح الدجال مدرك أيضا نظرة الناس له، قال يا أبو سعيد، قال لي تسمع ما يقال عني؟ قال تسمع، نعم. قال لي ولكن أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن المسيح الدجال لا يولد له، هل تعلم ذلك يا أبو سعيد؟ قال نعم. لكن أنا عندي أولاد. هذا ابن صياد. ده ابن صياد يجادل الآن، يريد أن يقنع أنه هو ليس المسيح الدجال، لكن أريد أن أبين كيف أن أزمة الثقة وماذا تفعل. سبحان الله. فابن صياد لا يؤكله ولا يشاربه، وحتى في الجلوس في الظل يضع له عفشه لحاله. لاحظ سوء الظن والقناعة الخاطئة كيف تؤثر في الحياة وفي سلوك الإنسان. جميل. فيذكر ابن صياد إنه أنا والله عندي أولاد. قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيح الدجال لا يدخل المدينة. قال نعم. قال أنا من سكان المدينة. قال النبي قال لا يدخل مكة وأنا على مشارفها. لاحظ في النهاية كل القرائن الحديثية تدل على أن ابن صياد ليس هو المسيح الدجال. أبو سعيد يقول حتى كدت أن أقتنع أنه هو ليس المسيح. لا بعد كل هذا بعد كل هذا ولا زال ما مقتنع. فهذه لابد أن نراعيها. يعني مسألة متى ما حمل الإنسان الشكوك والظنون والأوهام وشحن صدره بأشياء خاطئة فإن ذلك سيؤدي إلى عدم الثقة بين أهل الإسلام. أيضا تؤدي أزمة الثقة ستؤدي إلى ضعف الروابط الاجتماعية بين الناس. أنت الآن مطالب بحكم عقد الإيمان مطالب بمجموعة علاقات بينية. مش كده؟ وإن حق المسلم على المسلم مثلا أنت مطالب بأن تسلم على المسلم وترد عليه السلام. مطالب إذا عطس أن تشمته، مش كده؟ مطالب إذا مرض أن تعده. مطالب إذا ظلم أن تنصره. صحيح. مش كده؟ مطالب بمجموعة أشياء. فتصور إنه والله أنت هذه الأشياء كلها نتيجة أزمة الثقة أو سوء أو ما تحمله من بقاء في صدرك لا تؤدي هذه الروابط، فلا تزور ولا ترحم ولا تشفق ولا تساعد ولا تسلم. لاحظت؟ فأنت قطعت العلاقات التي أمر الله أن توصل. والله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل بالإفساد في الأرض، قال ويفسدون في الأرض. لاحظ كيف أنك أمر الله بوصل أهل الإسلام وأنت تقطع أهل الإسلام. ربط ذلك بالفساد في الأرض. أيضا من الأشياء المهمة جدا موضوع في إطار سلامة الصدر، وستلاحظ بأن من الأشياء التي تساعد السلامة النفسية. تجي السلام الاجتماعي. يعني أنت مجرد ما تعيش حالة من السلام الاجتماعي يؤثر ذلك في حالتك النفسية.
صحيح. ومتى أيضا حالتك النفسية كانت سوية وطيبة ستؤثر في علاقاتك إيه؟ علاقاتك الاجتماعية بطبيعة الحال. هذه كلها على كل بعض القضايا. أيضا من الأشياء التي لا بد أن تراعى قضية التوتر، التوترات، قضية الغضب الشديد أو نعم. هذه من الأشياء اللي تساعد عموما في أنه والله كيف الإنسان يضبط حالته النفسية الداخلية ويضبط كذلك حركته اللي هي حركة الجسد. لأن الإنسان الغضوب مثلا لا يتصرف تصرفا طبيعيا، الإنسان الحقود لا يتصرف تصرفا طبيعيا، الإنسان المتوتر المتشنج لا يتصرف تصرفا إيه؟ صحيح. طبيعيا. هذه كلها قضايا لا بد من مراعاتها، ونحن إن شاء الله نتكلم عن هذا السلوك اللي هو سلوك سلامة الصدر ولين الجانب. بارك الله فيكم على يعني هذا الإيضاح، جزاكم الله خير، وعلى ما يحقق حقيقة هذه الثمرة الطيبة من التي يعني بهذه الصفات توصلنا إلى سلامة الصدر ولين الجانب. لعل فضيلة الشيخ يعني نقطتان، هو أنه يعني كيف يمكن يعني خلق لين الجانب والتشبث والتخلق به ممكن أن يكون حقيقة علاج لكثير ما يكون بين أهل الإسلام، بين الأخوة وكذا، يعني لحل الحقيقة الإشكالات ويعني ما يحصل من المقاطعات وكذا. فيعني أن نلجأ إلى من اتصفوا إلى هذا الخلق يعني لمعالجة هذه القضية النفسية، كيف أن الإنسان يكون قادر حقيقة على كبح جماح النفس وما فيها من الضغائن، وبهذا الخلق السامي يمكن تحل كثير من العقد والإشكالات التي أحيانا تطرأ. ويعني ربنا أراد أن يعني نتجه دائما إلى السلامة وإلى طيب الخلق وإلى السماحة وإلى التنازل. أثر التخلق بهذه الصفة جزاكم الله خير، كيف يمكن أن يكون مخرج لمثل هذه الأمور؟ جزاكم الله خير. وحقيقة الإنسان سبحان الله هنالك 3 مستويات لا بد من الانتباه إليها. المستوى الأول هو مستوى الظلم. مستوى ما دون العدل هو الظلم، بمعنى أن الإنسان يعني يتم التجاوز في الحدود والتجاوز في الحقوق فيقع في الظلم. نعم. وهذا طبعا محرم بالإجماع، يعني أن تظلم الناس هذا محرم بالإجماع. لا يجوز لك أن تتجاوز في الحدود التي رسمها لك الشارع. فمثلا من النماذج التي ربما يضربها بعض أهل العلم، إذا كان شخص مثلا اعتدى في حقك أو ذهبت به إلى القاضي وحكم القاضي، لا يجوز لك بعد ذلك أن تقول له أي كلمة بعد أن حصل الحكم. نعم. كذلك من كان عاصيا في حق الله تبارك وتعالى وقامت عليه مثلا قام عليه الحد الشرعي، مثلا شخص قام عليه الحد الشرعي، لا يجوز لك بعد ذلك أن تزيد كلمة واحدة على حكم الله الذي حكمه. لاحظ يعني مثلا شخص جلد 100 جلدة مثلا. نعم. في أمر لا يجوز لك بعد أن انتهى أن تسيء إليه خلاص، وإلا كنت ظالما له. لاحظ كيف أن الشريعة ترسم هذه الحدود وترسم. فموضوع الظلم محرم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. طيب. المستوى الثاني هو مستوى العدل، وهو أن الإنسان يكون حريصا على أن لا يرتكب المحرمات من مظالم وكذا، وأن لا أيضا يتنازل عن حقه. هذا مستوى أهل العدل، لكنه ليس بالمستوى الذي تنشده الشريعة. هو مستوى العدل جيد، بمعنى أنك تأخذ مالك وتدع ما ليس لك. الشريعة لا تريدك أن تقف عند هذا الحد، كما أنها لا تريدك أن تكون ظالما، لكن تريد أن تقول لك والله مستوى العدل يجب أن تترفع أكثر. ماذا أفعل يا رب؟ أهل الفضل والإحسان. مستوى الفضل والإحسان هو الذي نتكلم عنه. مستوى الفضل والإحسان هو أنك والله مثلا إن كنت مظلوما قد تعفو، تم التجاوز عليك قد تسامح، خصوصا فيما يتعلق بالحقوق التي أنت قادر أن تسامح فيها. أظن قبل كده تكلمنا في حلقة كاملة عن موضوع العفو والتسامح وكذا. نعم. وأنه مرتبط بمسألة القدرة، يعني نعم. الشخص عندما يكون قادر عنده القدرة على الانتقام ومع ذلك يعفو ويصفح وكذا، ثم يمحو بعد ذلك السلوك الخارجي أنه عفا، مش كده؟ أنت عفوت. السلوك الداخلي أن صدرك بعد ذلك يكون سليما تجاه من عفوت عنه، لا تحمل في دواخلك الأشياء التي ربما تؤثر على القلب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، مش كده؟ فأنت هنا مطالب بأن والله تذهب إلى ساحات العفو.
ساحات التسامح، ساحات الكرم، ساحات أن والله أنت ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى. وهنا تحولت إلى قدوة، تحولت إلى قدوة. موضوع العدل كثير من الناس ربما تجده حريص على حقه ومتشبث به ومستعد يذهب إلى القضاء من محكمة إلى محكمة في سبيل أن يحصل على إيه؟ على حقه. لكن الذي يعفو لا، قد لا يخوض كل هذه المعارك وكل ذلك، بل يعفو بمحض إرادته دون أن يكون هنالك أي دوافع أخرى. فبشكل عام سلامة الصدر ولين الجانب كما تفضلت تؤدي إلى بين أهل الإسلام أن يكونوا فيما بينهم متسامحين، يعفون عن من أخطأ، يعملون على الإصلاح فيما بينهم. والإصلاح بطبيعة الحال يتطلب تنازل من كافة الأطراف، على خلاف التحكيم. التحكيم أنت تأخذ حقك كاملا دون أن تتنازل، أما مجرد ما ذهبت إلى الإصلاح فمعنى ذلك أن الإصلاح أنت تقترب مسافة وذاك يقترب مسافة، وهكذا. فمتى ما كانت القلوب سليمة وطاهرة ونقية وتحب الخير للناس، كذلك مصحوب بلين الجانب، مصحوب بلين القول، مصحوب بالكلمة الطيب، مصحوب كذلك بالأفعال التي تحببك إلى الناس وتحبب الناس إليك، كلما استطعت أن تعمل على حل المشكلات وعلى إطفاء نار الفتنة قدر الإمكان. لأننا نلاحظ سبحان الله في كثير من المجتمعات تجد أنه والله شخص فيه مثلا يرتكب حاجة معينة ويغيب العقلاء ولا يتدخلون ولا يسعون للإصلاح، فتنفجر الأمور بين الناس وتكون هنالك كوارث كما هو في كثير من مجتمعاتنا الإسلامية للأسف الشديد. سبحان الله. لعل من في هذا الحديث وختامه أن نقف على نقطة من المسائل، وهي قضية فضيلة الشيخ. حقيقة في عالمنا اليوم يعني يكثر الإشاعات الشيخ، ويكثر يعني ربما الكلام الذي أحيانا يصيب الإنسان في شخصه، أو ربما يكون فيه تعميمات أو كذا. فأين حقيقة يكون العاصم من هذا الأمر، يعني أنه الإنسان يعني لا يستجيب لهذا ويبقى يعني حتى إن سمع على من يحب أو على أهل الفضل، قضية أنه يعني سلامة الصدر حتى في التجاوب مع هذه التجاذبات من الإشاعات وغيرها. كيف للمسلمين حقيقة أن يكونوا في ابتداء يعني سلامة الصدر حاضرة في مثل يعني هذه الأوضاع وهذه الأشياء التي عبر التواصل ربما يعني تكون يعني ساحتها سلبية في بعض الجوانب؟ بارك الله فيكم. هو للأسف الشديد هذه الإشكالية، إشكالية الإشاعات وتقبلها، لا نستطيع أن نقول اليوم يعني فقط تنتشر عند عامة الناس، بل تجد للأسف الشديد أحيانا عند خاصتهم، خصوصا من جعلوا أنفسهم أسرى للحزبيات أو أسرى للمذهبيات أو أسرى للقبليات والوطنيات، فيعادون غيرهم ممن لا ينتسب إلى ما هم عليه. وتجد يعملون على تشويههم وعلى إحراقهم وعلى تدميرهم بقدر الإمكان. للأسف الشديد بعض الناس عنده طبعا لما يتقزم الإسلام ومفهومه، الإسلام واسع جدا، الإسلام حالة جامعة وحالة واسعة، فيجعل المسلم سبحان الله كل من نطق بلا إله إلا الله هو بالنسبة له أخ، ويتعامل معه كأخ. المسلم أخو المسلم، مش كده؟ من ثبت له عقد الإسلام ثبتت له كل الحقوق التي نتكلم عنها. ومنها مثلا عندما تأتيك الإشاعة عن شخص مسلم، أول قضية هي موضوع التثبت وموضوع التبين وموضوع حسن الظن. جميل. يجب أن لا تتورط في الدعاية، لا تتورط في الإشاعة، لا تتورط في قالة السوء، كما حصل من المجتمع المسلم مع حادثة الإفك التي أشيعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها. لاحظ كيف أن المجتمع المسلم في مجموعه كان محصن. المجموعة البسيطة جدا هي التي حاولت طبعا مجموعة المنافقين هذه كانت متولية الموضوع، لكن المجموعة البسيطة من أهل ممن اتصفوا بالإسلام، ولعل سبحان الله كان ما ولغوا فيه وما تحركوا فيه أورثنا جملة من الأحكام استفدنا منها في سورة النور. لكن الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات، وهي سورة الآداب مع الله، الآداب مع رسول الله، الآداب مع أنفسنا، كيف أن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما أصبتم على ما فعلتم نادمين. على ما فعلتم نادمين. كيف أن الإنسان بتجاوبه مع الإشاعة وتحريكه فيها يؤدي ذلك والعياذ بالله إلى أن يكون فاسقا. فنحن على كل في هذا الاتجاه أولا لا بد سلامة الصدر تجعلك
في مساحة أنك لا تسيء الظن بأهل الإسلام. هذا الوضع. إلا من أظهر أمره وفشى أمره وعلى في الناس ولم يعد يبالي، فإن هذا شأنه شأن آخر، هو المجاهر. أما المستور مستور الحال ولم يكشف أمره، فأنت لست مكلف أصلا أن تعمل على تعرية هؤلاء الأخفياء الذين سترهم الله سبحانه وتعالى. فعلى كل مطالبون نحن إن شاء الله في هذه القضايا بأن نتثبت، بأن نعمل الظن حسن الظن، بأن نسعى كذلك في أن الذين يشيعون يجب أن نقول لهم هذه السلوكيات لا تتناسب مع أهل الإسلام بأي شيء، لأنها تؤزم الحالة الداخلية في المجتمع المسلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على هذا التوضيح وعلى هذا الكلام الطيب المبارك. أيها المستمعون والمشاهدون الكرام، في ختام هذا اللقاء وقد استمعنا إلى هذا الكلام الطيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن بسلامة الصدور وبلين الجانب أن نحقق طمأنينة القلوب ونحقق سلامة الصدور ونحقق حقيقة الخيرية، بأن نكون مثالا المحبة والأخوة وما يقوي أواصرنا الإسلامية في تحقيق الأخوة الإيمانية، ونبتعد عن كل ما يشين وكل ما يولد الضغينة والأحقاد بين الناس. هذا خلق جميل وسامي حري بنا أن نتخلق به رجالا ونساء صغارا وكبارا. في ختام هذا اللقاء نشكر لكم حسن استماعكم، ونشكر كذلك الفضيلة الشيخ حسن الدكتور حسن على ما تفضل به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقيكم ونحن في أحسن حال في لقاء يتجدد بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.